انتقمت من ولادي ومراتي بطريقة عمر ما حد هيتخيلها، عشان ما كانوش بيحبوني واتفقوا مع امهم عليا واكلوا حقي، فقررت ارجعه بطريقتي. يلا نبتدي الحكاية وهحكي لكم من الاول. انا عبد الحميد اتخرجت من كلية التجارة. بعد التخرج زي شباب كتير ما لقيتش وظيفة عدلة، فاشتغلت حاجات كتير، منها صبي قهوجي او عامل في محل ملابس او احذية. عدى عليا سنين من التعب والمرمطة، لغاية ما في يوم قابلت عم بيومي، تاجر كبير كان شغال في التجارة المستوردة، زي الأغذية والأدوية والملابس وكل حاجة. كان بيبيعها بشكل غير قانوني، وأسعار البضاعة كانت قليلة جدا بسبب إنها كانت متهربة. اتقربت من عم بيومي وقررت أشتغل معاه. في الأول كنت قلقان جدا من المخاطرة، لكن دي الطريقة الوحيدة اللي كان ممكن أجيب بيها فلوس بسرعة. وقد كان، مع الوقت بدأت أجمع فلوس واشتريت محل جنب عم بيومي، واشتغلت في تجارة الملابس والأحذية بحكم خبرتي فيهم من قبل. وفعلا كلت السوق كله، وبضاعتي ملت كل المنطقة، والقرش جري في ايدي، وبدأت أعيش حياتي وأعوض أمي عن كل الجوع والفقر اللي شافته. لكن الدنيا غدارة، ما تسيبش حد مبسوط كتير. وفي يوم لقيت صبي من عمالي جاي جري عليا: الحق يا معلم، بيتك اتسرق. بيتي كان فيه مخزن لبضاعتي وكل فلوسي، وطبعا أمي كمان، لأني وقتها كنت عايش معاها. جريت على البيت وكل تفكيري إن أمي تكون بخير، وفي داهية أي حاجة تانية، كله يتعوض، بس يا رب هي تكون كويسة. لكن للأسف رحت لقيت أمي مرمية على الأرض. الظاهر لما جت تحاول تمسك الحرامي زقها، ووقعت وراسها اتخبط في الحيطة، وللأسف ماتت. عرفت فيما بعد إن اللي عمل كده تاجر من تجار السوق، غيرانين مني ومن نجاحي. لكن على الرغم من السرقة اللي اتعرضت لها وموت أمي، كانوا فاكريني هتهد وانتهي. لكن في خلال أسبوعين بس اشتريت بضاعة تانية، ومع الوقت رجعت أحسن من الأول 100 مرة. ما كانش ناقصني حاجة في الوقت ده، غنى وفلوس وصحة الحمد لله. بس كنت وحيد من بعد ما ماتت أمي، فقررت أدور على النص التاني وأتجوز بقى. بس الموضوع طبعا أخد شوية وقت، لأن علاقاتي كانت سيئة بمعظم الناس اللي في المنطقة اللي أنا كنت شغال فيها. وفي يوم مرت من قدامي بنت، من جمالها عيني ما قدرتش تتشال من عليها. فضلت متابعها لغاية ما وقفت قدام تاجر من التجار. فضلت تتكلم معاه شوية وفي الآخر مشيت. بعد كده جريت عليه وقلت له: مين دي يا عم محسن؟ قال لي: دي مليكة بنتي. سألته إذا كانت متجوزة أو مخطوبة، قال لي لأ. وكملنا كلام عنها، عرفت إنها عندها 20 سنة ووقفت تعليم بعد الثانوية، وقررت تستنى العريس المناسب. ففرحت جدا لأن البنت عجبتني قوي، وقلت لمحسن: إيه رأيك إن نتقدم لمليكة؟ وطبعا هو ما صدق، لأني وقتها كنت أغنى وأشطر تاجر في السوق، ده غير علاقاتي اللي كانت واصلة لكبارات البلد. فكنت صراحة عريس لقطة وما طرفتش. أنا مليكة. في يوم لقيت أبويا داخل عليا وميت من الفرحة، فجريت عليه أنا وأمي وسألناه: خير، إيه اللي مفرحك كده؟ قال لي: فرح يا بت، اتفتحت لك مغارة علي بابا. فرحت وعيني لمعت، لكن الفرحة مكملتش لما عرفت إن العريس اللي كنت مستنياه وبحلم بيه طول عمري هو عبد الحميد. هو غني بس دي الميزة الوحيدة اللي كانت فيه. أنا زي أي بنت كنت متخيلة فارس أحلامي ده يبقى شاب طويل وعريض ووسيم زي الممثلين كده، لكن عبد اللطيف أنا حتى أطول منه. اتزمزرت في الأول شوية بسبب شكله، لكن بما إننا عيلة بنموت على القرش، أهلي أقنعوني إن أوافق عليه. وأمي قالت لي إن زينة الراجل مش بجماله، وإن كده كده الجمال مسيره يزول، لكن المال هو اللي بقيلي. فاقتنعت ووافقت عليه في الآخر. بعد يومين بعد ما كلمت عم محسن، جاني الرد بالموافقة من مليكة، ورحت فعلا اتقدمت لها واديت لها مهر يليق بيها وبجمالها، واتفقنا على كل حاجة. وفي خلال فترة الخطوبة كنت بروح لمليكة مرتين في الأسبوع، وبجيب لها معايا كل الهدايا اللي أي بنت تتمناها، من حلويات لبرفانات ولبس ودهب كمان. كنت عاوزها بس تبقى مبسوطة. البعيد ما بيحسش، مفكر إن الحب بالعافية وهيشتري حبي بشوية هدايا. هقول إيه، ما هو الإحساس نعمة. حاولت والله أتقبله، بس مش قادرة يا ناس. اللي مصبرني عليه أمي وأبويا وشوية الفلوس اللي عاملين له قيمة، وهي جوازة والسلام. أهو على الأقل لما عاوز أتغدى آكل لحمة وسمك، لكن الحب مش هيشبعني. أما نشوف آخرتها إيه. على الرغم من كل الاهتمام والهدايا اللي كنت بجيبها لمليكة، لكن ما كنتش بلاقي منها أي رد فعل، ولا حتى كانت بتبتسم في وشي. لغاية ما في يوم قررت أواجهها. قلت لها: قوليلي يا مليكة، انت مغصوبة على الجوازة دي؟ فكان ردها إنها بس مش واخدة عليا لسه. وجهة نظر برضو، أكيد بعد الجواز هناخد على بعض أكتر. اتجوزت أنا ومليكة، وكان يوم جوازنا من أكبر إنجازات حياتي. كنت فرحان جدا، أخيرا بقى ليا بيت وزوجة زي القمر، وكمان كلها كام شهر وربنا يكرمنا إن شاء الله بأطفال يملوا علينا حياتنا بالفرح أكتر وأكتر. وعدت الأيام، ووش مليكة كان حلو عليا، وزاد شغلي وزادت أموالي وتجارتي كبرت الحمد لله. كنت غلطانة،
كنت غلطانة لما فكرت إن الفلوس أهم من القبول والحب. حاولت أمثل في أول جواز أنا وعبد الحميد، لكن خلاص تعبت. بدأ يبان على ملامحي ووشي، وكل كلمة بقولها له بتعني إني مش طايقاه، مش طايقة أشوفه حتى. وطبعا كان بيحاول كالعادة، لكن أنا كانت التعاسة والحزن خلاص اتمكنوا مني. فاقترح عليا إن أروح أقعد عند أهلي كام يوم أغير جو، وأنا ما صدقت. طولت غيبة مليكة عند أمها. حاولت أجيبها أكتر من مرة، لكن كانت بتتحجج في كل مرة عشان ما ترجعش البيت. مرة أمها تعبانة، مرة هي اللي تعبانة، وهكذا. مش عارف ليه بتعمل كده، رغم إني مش حايش عنها حاجة والله. لو طلبت لبن العصفور كنت جبته لها. ومع الوقت حسيت بالوحدة واشتقت للعلاقة الزوجية. وبعد ما فقدت الأمل في رجعة مراتي، بدأت أبص بره، وقررت أقضي وقتي في بيت من بيوت الدعارة. اتعرفت هناك على سماح. سماح تبقى واحدة من صحاب البيوت دي، وبقى بيت سماح هو بيتي التاني. اتقربت من سماح جدا لدرجة إنها بقت تعرف كل حاجة عني وعن حياتي. وفي يوم بعد حوالي 3 شهور من غيبة مليكة، رجعت من شغلي لقيتها مستنياني. ما فرحتش قوي برجعتها لأني خلاص اتعودت على غيابها ولقيت البديل. المهم، عرفت بعد كده إنها رجعت عشان عرفت إنها حامل. فرحت وقررت إن بيتي هيكون مكان لزوجتي وأولادي في المستقبل. أما أنا فعرفت مكاني خلاص والحتة اللي برتاح فيها. اتغير عبد الحميد معايا من بعد رجعتي. حسيته بقى واحد تاني. حبه واهتمامه ليا بتوع زمان ما بقوش تقريبا موجودين. بس أنا ما كنتش زعلانة من كده، أنا أصلا ما كنتش بحبه. وحبه واهتمامه ليا كان بيوجع ضميري وبيأنبني إني مش عارفة بدله نفس الشعور. فقررت أعيش وأتمتع بفلوسه، أنا أو ابني أو بنتي اللي جايين وخلاص. عدت شهور الحمل وخلفت محمود، وبقى ابني كل حياتي ومش عايشة غير ليه وبس. أما عبد اللطيف كان بيجينا يدوب زيارات أكنه غريب، يطمن علينا وياخد حقوقه الشرعية ويمشي. وأنا ما كنتش بسأل هو بيروح فين ولا كان هممني. كل اللي كان يهمني ابني وبس، وإنه ما ينقصوش أي حاجة. كبر محمود وبقى عنده 5 سنين، وكنت حريصة إن أخلي ابني قريب مني جدا. وفعلا كبر وبقى متعلق بيا. وأما أبوه ما كانش يعرف منه غير شكله، وكان بيستخبى منه الشوية اللي بيقعدهم معانا في البيت. وبصراحة أنا كنت حابة كده، وكان ليا دور كبير في ده. وبعد فترة حملت بابني التاني مصطفى، وكبر التاني زي الأول، وبقوا الاتنين بيكرهوا أبوهم زي بالظبط. كنت عارفة إن عبد اللطيف بيلعب بديله، وكنت متصالحة مع ده جدا طالما إنه مش حايش عني حاجة أنا والولاد. وهو كمان كان عارف إني عارفة. يمكن عشان كده كان بيعوضني باللي يهمني منه وبس، الفلوس. وكل واحد فينا كان عايش وراضي ومتأقلم على الوضع. مع الأيام تجارة عبد الحميد كبرت وفلوسه زادت. وفي يوم ابن الكبير سمع طراطيش كلام من السوق إن أبوه اشترى بيت جديد. بس الغريب إن عبد الحميد ما جابليش سيرة عن البيت ده. فخفت أحسن يتجوز عليا، مش حبا فيه ولا حاجة، بس لحسن مراته الجديدة تلعب عليه وتنهب فلوسه وفلوس عيالي. فقررت أتصرف. بدأت أتقرب منه وأتعامل معاه بلطف، واللي كان مساعدني في كده جمالي اللي كان بيزيد يوم بعد يوم. وهو دخل عليه التمثيل وبدأ يصدق إني أخيرا بعد السنين دي بدأت أحبه، لأنه في الأصل كان بيحبني جدا وبيتمنى لي الرضا أرضى. وفي يوم جه وقال لي أنا حاسس إن الولاد بعاد عني مش عارف ليه. قلت له بس كده سيب الموضوع ده عليا، بس انت برضو لازم يبقى ليك دور عشان يحبوك. قال لي يعني اعمل ايه؟ قلت له يعني تكتب لكل عيل فيهم حتة ارض ولا حاجة، يعني هي الفلوس والاملاك دي مصيرها لمين يا عبده؟ واما البيت فاكتبه باسمي عشان النونو اللي في بطني. وكنت وقتها حامل في بنتي احلام. وكملت وقلت له احسن اخواتها يكبروا وياكلوا حقها. فكر شوية وقال لي كلام منطقي، بس انا مش هعمل كده غير لما تولدي. سكت وقلت في سري هضطر امثل شوية كمان. وأقنعت الولاد كمان إنهم يمثلوا عليه الحب. وفعلا في خلال شهور الحمل اتقرب عبد الحميد من الولاد وحبهم أكتر من الأول. وبعد أسبوع من ولادتي جه وفاجئني إنه كتب الأرض والبيت ليا وللولاد زي ما اتفقنا عشان يفرحني. بعد ولادة أحلام بدأت مليكة تبعد عني تاني بحجة اهتمامها بالبنت الصغيرة. وكمان ولاد اتغيروا عليا تاني وكل واحد في البيت بقى في حاله. عدى 15 سنة ومحمود كبر وبقى عنده 20 سنة واشتغل في شركة حكومية. وأما مصطفى للأسف ما توفقش في دراسته وقرر إنه يتعلم حرفة النجارة ويشتغل فيها. والاتنين بعدوا عني وعن شغلي رغم إصراري عليهم إنهم يجوا يساعدوني في تجارتي اللي شقيان فيها بقالي 40 سنة، لكن محدش منهم موافق وسابوني لوحدي. وأما أحلام فبقى عندها 15 سنة وزيها زي إخواتها كبرت في حضن أمها، وبقت علاقتي بولادي ال3 سطحية جدا وكأني غريب عنهم. المهم فضلت أقاوم في شغلي لغاية ما الزمن حط بصمته عليا وما بقيتش أقدر أشتغل زي الأول. فبقيت أسيب الشغل للعمال اللي عندي هم يديروه. لكن طبعا مع الوقت شغلي بدأ يتأثر والفلوس بدأت تقل لدرجة إني بدأت أبيع أملاكي زي بعض البيوت والأراضي. لكن في الآخر
كانت الفلوس بتتصرف والشغل بينهار أكتر وأكتر. وبدأت أمد إيدي لولادي وقلت أكيد هم دول سندي، أنا كاتب لهم معظم أملاكي هم وأمهم، أكيد هيساعدوني بفلوس أشتري بيها بضاعة وأقوم شغل من تاني، وعلى الأقل يدوني جزء من أملاكي اللي كنت كاتبها لهم. لكن كنت غلطان، اتبروا مني كلهم وسابولي البيت هم ومليكة ومشيوا، حتى بنتي أحلام كمان اللي قلت يمكن قلبها يحن على أبوها، لكن ما حصلش، وكأني كنت مجرد البنك اللي بيصرفوا منه، وأول ما البنك ده فلس تجاهلوه وسابوه ومشيوا. حسيت بالوحدة وجالي اكتئاب لدرجة إني فكرت في الانتحار، بل ونفذت كمان. جبت حبل وعملته مشنقة وعلقته في السقف ووقفت على كرسي، لكن للأسف لما نطيت الحبل وقع معايا وفشلت. حاولت أعملها تاني لكن قلبي ما طوعنيش، وقررت أتعايش في الآخر وحيد في الشقة اللي حيلتي. عدت الأيام ومفيش جديد، ما كانش عندي حد غير سماح، فاكرينها؟ صاحبة بيت الدعارة اللي كنت بتردد عليه زمان. كنت بروح لها من وقت للتاني وبحكي لها على حالي وعلى اللي عملوه فيا ولادي. وعدت الأيام وزاد معاها وحدتي واكتئابي، حتى ما بقيتش أخرج من البيت. وفي لحظة قررت أعيد موضوع الانتحار من تاني، يمكن أنجح المرة دي وأخلص من الدنيا واللي فيها. وفجأة قبل ما نط لقيت باب شقتي خبط، ففرحت وافتكرت إنه حد من عيالي جه يبص عليا، فجريت على الباب لكن لقيتها سماح جت تسأل عليا لما غبت عليها، فيها الخير والله. أول ما سألتني مالك بكيت وأنا بحكي لها، فصعبت عليها واقترحت عليا فكرة جهنمية ما فكرتش فيها قبل كده، وهي إن أنتقم من ولادي ومراتي. مسحت دموعي والفكرة لمعت في دماغي، وهم يستاهلوا فعلا، ما تمرش فيهم الخير ولا العشرة. سابتني سماح من هنا وبدأت أفكر في الموضوع من هنا، ولقيت لحياتي هدف جديد، إن أنتقم منهم واحد واحد. وقررت أبدأ بأحلام بنتي الصغيرة اللي مهما اديتها من حنية كانت بتعاملني كأني جوز أمها مش أبوها. فاقترحت على سماح إنها تبعت بنت من بناتها تتصاحب على أحلام وتجرها في طريق الدعارة. أيوة، وصلت معايا لكده، إن أضحي بشرف بنتي عشان أنتقم منها ومن أمها، وبعد كده أبلغ عنها وأدخلها السجن وأفضحها وأحرق قلب أمها عليها. وافقت سماح على طلبي، وفعلا بعتت البنت اللي من طرفها. وعدى شهر وأنا مستني الأخبار من سماح، بس للأسف البنت فشلت إنها تجر أحلام للسكة دي، وأحلام قطعت العلاقة معاها. ففكرت في فكرة تانية، وهي إن ألعب على مشاعر المراهقة تبعها. والشيطان وقتها كان عميني لدرجة إني كنت بخطط أضيع شرف بنتي عشان أحرق قلب أمها. المهم كلمت سماح إنها تشوف عيل صايع مش لاقي ياكل، لو اديناله شوية فلوس هيقوم بالمهمة. وفعلا سماح اتصرفت وكلمت شوقي وفهمته هيعمل إيه. وفعلا شوقي بدأ يتقرب من أحلام ويمثل عليها ويرسم عليها دور الحبيب. وعدت الأيام لغاية ما وقعت هي كمان في حبه، وطلبت منه إن يجي يتقدم لها. بس هو ده الوقت المناسب. قال لها طبعا طبعا، بس قبل ما اجي أنا عامل لك مفاجأة. وأجر لها مركب في وسط النيل، ولما بعدوا عن الناس حاول يعتدي عليها لكنها رفضت وبدأت تصرخ، فقتلها ورمى الجثة في النيل. جريت عليا سماح عشان تقولي الخبر، لكنها اتفاجئت من رد فعلي البارد لما قلت لها يلا قدر الله ما شاء فعل، الله يرحمها، نبدأ بقى الخطة التانية. وبعد اللي حصل بكام يوم لقيت باب بيتي بيخبط. مليكة لسه قايمة تفتكرني، وطبعا كانت منهارة على موت أحلام. وأنا ساعتها طلعت كل الغضب اللي في قلبي ولومتها على تربية بنتها الغلط، واتهمتها إنها السبب في اللي حصل عشان هي اللي ربتها وطول عمرها بعدها عني، وفي الآخر طردتها من البيت. استنيت شهر لغاية ما الأوضاع تهدى وأبدأ الخطة التانية. كلمت سماح تاني إنها تتفق مع شوقي إنه يتنكر ويمثل إنه عريس جديد وعاوز يظبط النجارة بتاعت شقته الجديدة، وإنه اختار مصطفى ابني عشان هو نجار شاطر، ويسحبه على مكان مهجور بعيد عن الناس، وهناك يهدده إنه يمضي عقد بيع للأراضي اللي كتبتها له، وبكده أبقى رجعت حقي تاني. وفعلا تمت المهمة ومشيت الخطة على مصطفى، لكنه لما وصل المكان المهجور بدأ يشك وكان عاوز يهرب، لكن شوقي ما سمحش بكده وتعاركوا هما الاتنين. وفي الآخر خبطوا شوقي بطوبة على دماغه فقتله، وهرب شوقي كالعادة. واتأيدت الجريمة ضد مجهول لأن شوقي كان متنكر ووشه ما كانش معروف. وطبعا بعد موت مصطفى ورثت جزء من أرضي تاني، وأخيرا رجع لي حقي مرة تانية. وبكده يبقى فاضل محمود يبقى متجوز بنت خاله إبراهيم اللي أخد من ابني فلوسي وأرضي اللي كتبتها له وبقى يبرطع فيها زي ما هو عايز. فقررت ان انتقم من محمود وخاله في ضربة واحدة، وكالعادة لجأت لسماح وقلت لها تشوف أجمل بنت عندها وتبقى هي الطعم اللي هيوقع محمود. وفعلا حصل، بدأت البنت تتردد على مكان شغل محمود يوم ورا يوم،
بدأت تلفت نظره وتشغل باله بجمالها، وتطور الأمر بعلاقة بينهم، وفي الآخر عرض محمود على البنت الجواز. بس هو ده المطلوب. بدأت أنشر إشاعة جواز محمود لغاية ما وصل الأمر لمراته، فطبعا هاجت ورفضت العلاقة دي. بس محمود كان متمسك بالبنت، فطلبت مراته الطلاق، لكن محمود رفض الموضوع، ووصل الأمر للمحاكم، ورفعت مرات محمود قضية خلع، وبسبب كده رجولته نقحت عليه. وفي يوم والعيلة كلها كانت طالعة من المحكمة، أجرت شوية شباب يلعبوا على الطرفين وحاولوا يوقعوا بينهم، وفعلا بعض الكلمات كانت بمثابة شرارة قومت حريقة بين محمود ابني ومراته وعيلتها، وهجموا على بعض قدام المحكمة. وفي وسط العركة طلع خال محمود سلاح أبيض وضرب بيه محمود في صدره، وتوفى على أثره في الحال. وبكده يبقى تمت المهمة التالتة، وخلصت من ابني وخاله بالمرة. وبعد ما انتقمت من ولادي التلاتة بسبب عقوقهم ليا، كنت في قمة سعادتي، لكن في نفس الوقت مليكة كانت في قمة انهيارها. وفي يوم لقيتها بتخبط على بابي، فتحت وشفتها. حالها بقى يصعب على الكافر. جت عشان تترجاني أسامحها، هي فاكرة إن كل ده انتقام ربنا بسبب اللي عملته فيا هي وولادها، ما تعرفش إن أنا اللي عملت كل ده. دخلتها في هدوء وقلت لها تقعد وتهدى لغاية ما أعمل لها كوباية شاي، ودخلت المطبخ وكل فرح وسعادة إنها هي اللي جت لي برجليها. جبت سكينة من المطبخ وخرجت بالراحة، كان ظهرها ليا. ضربتها بالسكينة وأنا بقول لها أنا اللي قتلتهم، أنا اللي قتلتهم كلهم، وفضلت أضرب فيها لغاية ما اتقطع نفسها. وبعد ما ماتت مشيت في الشارع زي المجنون ومعايا السكينة اللي قتلتها بيها، بقيت أقول بأعلى صوتي قتلتهم قتلتهم كلهم. وطبعا الناس اتلمت واتقبض عليا، وكان مصيري مستشفى الأمراض العقلية. واتقبض على شوقي واتحكم عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد، وأما سماح فاتقبض عليها برضه واتحكم عليها بالمؤبد بتهمة التحريض على القتل والعمل في بيوت الدعارة. انتهت القصة، وأتمنى تكون القصة عجبتكم، ونتقابل إن شاء الله في قصة جديدة مع إسراء زهران.